الفيديو ده ممكن يكون طويل شوية عن المعتاد، لكن فيه فكرة بسيطة ممكن تساعد أي حد إنه يربي عادة جديدة. ليه؟ لأنها هتغير منظوره عن اللي بيعمله. النهاردة في الجيم في واحد كان بيقول لصاحبه: ما دمت أكلت كتير يبقى لازم تتمرن أكتر. وهنا في سؤال مهم جدا: هل إحنا لما بنتمرن بنعمل ده كعقاب لنفسنا على الأكل اللي أكلناه، ولا هي محاولة لاكتشاف جسمنا وقدراته؟ نقدر نعمل بيه إيه؟ نقدر نطوره إزاي؟ السؤال ده مهم جدا يا جماعة، لأن لو دايما بتبص للرياضة كأنها عقاب فأنت مش بتطور جسمك، أنت للأسف بتأثر على نفسك بصورة سلبية، لأنك دايما شايف إنك بتعاقب نفسك. تاني حاجة، اللي فاكر إن الرياضة هي مجرد حركات للأسف يبقى غلطان. الرياضة أصلا هي فلسفة حياة، لأن الجسم والعقل الاتنين عبارة عن وجهين لعملة واحدة. ليه؟ لأن الجسم لما بيتحرك مش بس بيبني عضل، ولكن كمان بيربي في الإنسان إرادة أقوى، وكمان بيثقل صبره وبيعلمه الانتصار على الألم. ليه؟ لأن الرياضة هي فن تحويل الألم لقوة واليأس لانتصار. الرياضة عمرها ما كانت مجرد حركات، الرياضة هي درس مستمر للإنسان علشان بيعلمه إن الفشل مش هو النهاية. التمرين الجسدي اللي الناس بتستقل بيه ده هو عبارة عن حوار صامت بين الجسد وبين الروح. ليه برضو؟ لأنه بيكشف للإنسان حدوده وبعدين يكسرها. وده لأننا في التمرين أو في التدريب مش بنواجه غيرنا بقدر ما بنواجه نفسنا القديمة اللي بنحاول نطورها وننتصر عليها. العرق اللي في التمرين ده اللي ناس كتير جدا بتقلل منه بيوفر على الإنسان دموع ندم كتير جدا في المستقبل. كل خطوة بتجريها أو بتمشيها هي مش حركة، هي هروب من نفسك الضعيفة القديمة، وكمان اقتراب من ذاتك الحقيقية، لأنك بتعرف حدودك وبتكسرها. الرياضة بتسمح لك تعرف كل حاجة عن جسمك، لأنك لو معرفتش ده بنفسك في حد تاني هيشاور عليك وهيعرفك حاجة عن جسمك انت ما تعرفهاش، وده مش هيعجبك. في مقولة مهمة جدا بتقول: الجسد الذي لا يتحرك وعقل يتجمد وروح تنطفئ ببطء. فدايما خلي الرياضة عادة مش عبء. حاول تبص لها من المنظور ده، وبإذن الله هتلاقي نفسك أكتر رضا عن نفسك كل يوم، وكمان أكتر إنتاجية. الرياضة اكتشاف واحتفال مش عقاب، ولازم تفكر في الكلام ده كويس. سلام.